لا يكفي أن نردده قولا، وإنما يحتاج منا إلى تطبيق عملي وتفعيل على أرض الواقع. ما أكثر الشعارات، وهذا ما يؤلمني شخصيا. أنا يعني أحب الصراحة في كل شيء. من أجل ذلك وجدت بأن الكلام عن هذا العنوان يحتاج إلى وقت طويل، ونظرا لضيق الوقت ولكثرة المشاركين في هذا المنتدى في هذا الحفل الكريم، رأيت من الواجب علي اختصارا للوقت أن أسجل بعض الأمور التي تتعلق بفقه المرحلة التي نعيشها، ووضعت لها عنوانا مصلحة مصر أولا. وقلت في البداية في القلب سؤال يتردد: لمصلحة من ما يحدث في مصر الآن من تعطيل للأعمال وتدمير للممتلكات العامة والخاصة وإزهاق للأرواح هنا وهناك؟ سؤال يطرح نفسه: لمصلحة من؟ إن ما يحدث في مصر الآن يدعونا جميعا إلى مراجعة النفس وقراءة المستقبل قراءة واعية تراعي المصلحة العامة للوطن. ولا يجب أن نتناسى أن مصر العزيزة يتربص بها أعداؤها سواء كانوا في الداخل أو في الخارج. وإنني أوجه ندائي من هذا المكان لشباب مصر ذكورا وإناثا، لشباب مصر الكرام وعقلائها ونخبتها، بأن مثل هذه الأحداث التي نراها بين الحين والحين ونسمع عنها تضر بسمعة مصر وتضع مصر على المحك. فإما أن نترك الحبل للغوغاء ليدمروا مصر، وإما أن نتحرك جميعا من أجل مصر. إن مصر الآن تحتاج إلى سواعد أبنائها خاصة الشباب